عفوا يا جار، الصدارة لأهل الدار. بدت المسافة بين برشلونة وجاره إسبانيول في الشوط الأول تقترب من 150 مليون كيلومتر مربع، وهي المسافة التي تبعد بها الشمس عن الأرض. لكن تلك المسافة تقلصت كثيرا في الشوط الثاني الذي كان فيه إسبانيول منضبطا دفاعيا وندا قويا على المستوى الهجومي. عندما راهن إسبانيول على نظرية الديربي التي تخضع لعوامل نفسية، تناسى حقيقة واحدة صنعت الفارق للبلوغرانا، وهي الاقتراب من شمس برشلونة في رابعة النهار احتراق. لا يهم من أي عين حمئة تلتهب شمس برشلونة مع هانز فليك، لكن الأهم أن برشلونة يختار أقصر الطرق وأسرعها ليحرق منافسه بأشعته ذات التردد العالي. شوط أول برشلوني حتى النخاع، قدم كرة راقصة سريعة ومذهلة، وكأن لاعبي يرقصون على إيقاع أوبرا عائلة. زمن الفاعلية عند برشلونة تقدر بشوط واحد لا غير. الجديد هذه المرة أن البرشا أسقط إسبانيول بتكتيك الثنائيات. أولمو كان رجل المباراة بتحركاته التكتيكية وتحولاته السريعة التي خلقت كثافة عددية أفرغت دفاع إسبانيول من محتوى. الهدف الأول موسيقى على سلالم، عزف فني راق لفنان اسمه لامين يامال، أبرق كرة ساحرة بخارج القدم وكأنه يعزف على آلة الأكورديون، كسر كل منحنيات الرسوم المثلثية. فجأة خرج من الطيف الشمسي القزائي داني أولمو، تقمص دور رأس الحربة وبلمسة فنية بارعة سجل الهدف. بعدها جاء الدور على ثنائية المحور مارك كاسادو ورافينيا دياز. الأول أرسل تمريرة بعيدة عميقة نحو المدافع رافينيا الذي حول الكرة بدقة متناهية إلى المرمى. هدف ثاني تدرب عليه اللاعبان في البيت. النجم المتفجر داني أولمو أن يغلق الحساب مع الجار، إلا بهدف صاروخي ثالث أنهى كل شيء نظريا. للأمانة كان إسبانيول أكثر خطورة في الشوط الثاني، خلق الكثير من الفرص، منها ما ضاع برعونة ومنها ما ابتلعه الثقب الأسود لمصيدة التسلل. إسبانيول سجل هدفا جميلا جدا، وكذا يسجل في أكثر من مناسبة، بعكس برشلونة الذي ظهر لاعبوه أكثر فردية وأكثر بطء وأكثر فتورا. انتهى كل شيء، فوز جديد مع رسالة بلوجرانية. عفوا يا جار، الصدارة لأهل الدار.